السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا وياكم بوصفة جديدة الصمون. خاشوقة خمرة، خاشوقة شكر وملح شوية، وربع استكان دهن. هذا آخر العجن نستعمله. وهذا نص قلاص ماي دافي راح أضيف به الخمرة وأخليها على ما تختمر ويا الخاشوقة مال الشكر. ها هي راح أخليهن منها لمن يذوبن يعني، وبعدها خليهن مكان دافي أغلفه وأتركه. هسه خلنا أكمل تختفي هاي الحبيبات. وإذا شوفون هالخمرة ترتفع، هاي درجة أولى الخمرة. هاي هنا عندي أنا أخذت 6 قلاصات، نفس القياس بالقلاص الواحد. هذا القلاص 6 بيه. راح أخلي الملح عليه. هسه خليت راح أخلي عليه الخمرة هسه على الطحين. وأخلي الملح الدهن آخر شي بعد ما عجنه. العجنة الأخيرة يعني أملت شنة يبقى شوية وأخليه له. هسه هاي كل شي ما بيه، بسيط سهل. أنا أسوي الصبح بالبيت. هاي كل يومية محتاجة عليها الوصفة. هاي راح أبتدي أعجن بها هسه ألمها راح أعجنها وأرجع لكم حتى الفيديو ما يطول. هسه هاي هنا بعد ما عجنتها راح أخلي الزيت عليها. باعوا أنا هاي العجينة ريتها هيج سماكتها، وراح أعجن بيها لمن يمتص العجين الدهن. أبقى هو الزيت أنا خليت اليوم مشعده ويا الدهن. ابتدي يعني أعجنها عجنة قوية، هي تكون الملمس مالها ناعم وما بيها أي تكتل يعني. هاي بقى شوف شلون هاي باع العجينة شلون أريدها. هاي بهالطريقة. هاي هسه راح أريحها أغلفها خليها ترتاح لمن تختمر فد مرة، وبعدين نجي وياكم. هاي عجنتها امتصت الدهن تمام بعد، يعني ما يبين بيه دهن زيت، الملمس مالها صار ناعم. هاي انتظرونا على ما تختمر وأجي. هاي حبايب قلبي وجينا وياكم لمن اختمرت. باع شلون صارت، هش ريحتها طيبة. هسه أنا راح أشنق هذا القالب دهنت. هسه هاي شنكهن وعلى ما يرتاحن يختمر فد مرة وأدخله للفرن. الفرن أني خليت حمى وطفيته ودخلتهن بيه، أو تردون مي فايرة تخلون تحته حتى يرتفع. طبعا غطيتهن أنا، والعجن أخذ من عندي قلاص ونص مي. هسه شوف شلون اختمرت. راح أدخلهن الفرن. هاي هنا مي وطحين خبطته ودهنتهن بيه، دخلتهن عالشوي. وبعد ما طلعن دهنتهن مرات بس بالدهن، بس هاي المرة لا، خليت هاي الطريقة أسويها بالصمون العادي اللي نشتريه، هم أسوي من عنده بالبيت. فد يوم أنزل لكم الوصفة مالته. هاي دهنتهن مي وطحين. شوف الوجه شلون حتى تكون بيه لمعة، ينطي لمعة. وهسه شوفوا شلون النتيجة بعد ما شويته وطلع دهنته بالزيت. وهاي صار طري وهش من جوا، بطنه الداخل كل قطنة. هسه حار ما أقدر أني أمد إيدي عليه، كلش حار بعده بالفرن، لأن أنا أسويه ريوق الصبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي.